الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، عندما أنتقد نظام الجولاني آه، بمنتهى البساطة والسخافة والتفاهة، أنصار هذا النظام يصنفونني على أنني مع قسد، وعلى أنني عنصري وفاشي وضد العرب وضد الإسلام وكل هالسخافات والكلاوات التافهة يقولونها عني دون سند. سندهم فقط انتقاد الجولاني. كل من ينتقد الجولاني هو ضد سوريا، كل من ينتقد الجولاني هو ضد العرب، كل من ينتقد الجولاني إذا كان كرديا فهو قنديلي وانفصالي وبويجي، وإذا كان عربيا فهو خائن. عربيا يعني مسيحيا مثلا. وإذا كان سنيا فهو سني كيوت وعلماني وخنزير وملحد وشيوعي وامبريالي وزئبقي وكل هالتفاصيل. دائما هنالك هذا التصنيف والتخوين والتكفير والإخراج من الدين ومن الملة وتوزيع الوطنيات وشهادات حسن السلوك الوطني من هؤلاء الأنذال البعثيين السوركيين الإخوانجية والقومجية والمطوبزجية. طبعا ليس لإرضاء هؤلاء على الإطلاق أعلنت وأعلن معارضتي لقسد على الإطلاق، ليس لكي أرضي هؤلاء بحسب أوهام وخرافات أنصار قسد. أيضا أنا أعارض قسد للأسباب التي سأذكرها لكم الآن تباعا. سابقا أنصار نظام الجولاني أو من في حكمهم، من يسيرون في ركبهم أو يأكلون على موائدهم أو يحاولون تقديم أوراق اعتمادهم لدى نظام الجولاني، هؤلاء قبل السقوط نظام البعث، وبعد السقوط نظام الأسد، ووصول الجولاني على الموتورات وحرروا سوريا بالمسرحية السخيفة والمضحكة والسامجة. هؤلاء أنصار الجولاني وهم مراتب وطبقات كانوا يعيبون على قسد علاقتها مع الأمريكيين، الآن صاروا يهللون ويطبلون ويزمرون لطوبزة نظام الجولاني الأمريكي فقط للحلول محل قسد، للحلول مكان قسد، لشغل ذلك المنصب. العملاء الأمريكي عملاء الإسرائيلي وقسد وإرهاب وانفصالية، من كل الكلام الدنيء والسخيف الذي قالوه الآن هم يتمرغون فيه، هم ونظامهم طبعا يتمرغون في الاتهامات التي ساقوها ضد قسد. أولئك السفلة والأوغاد كانوا ينظرون إلى قسد بعين بعثية، لا ترى في قسد غير قوى كردية، وينظرون إلى قسد بعين إخوانية إسلامية سلفية جهادية، لا ترى في قسد سوى قوى علمانية ديمقراطية. وينظرون إلى قسد بعين تركية أخوانية سوركية إنجاز التعبير، لا ترى في قسد إلا هاتين الصفتين، صفة الكردية وصفة العلمانية اليسارية، وقيسوا على ذلك يعني توصيفات واشتقاقات من هذه الأعين، يعني انفصالي، إرهابي، زئبقي، انبطاحي، كردي، معادي للإسلام، معادي للعرب، معادي لأهل السنة، ومن كل
السخافات التي سمعتموها وستسمعونها لاحقا من أنصار الجولاني ضد قسد. أولئك السفلة والأواد لا يرون في نظام الجولاني على أنه نظام طائفي أبدا، لا يرون أنه نظام إسلامي سني راديكالي متطرف وله ماضي إرهابي طويل عريض، يعني ببضعة أشهر وبالزي المدني يريدون مسح كل الماضي الإرهابي الدموي لنظام الجولاني، ويسعون إلى إقناع أنفسهم وإقناعنا بهذه السردية السخيفة التي لا سند لها، يعني ولا حجة ولا منطق ولا أخلاق ولا معيار وطني أو حقوقي أو قانوني أو ديمقراطي. على ماذا يعول هؤلاء المطبلين والمزورين والمزمرين والمزورين؟ يعولون على مسألة الانفتاح الأمريكي والإسرائيلي، وقالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفع العقوبات عن نظام الجولاني ويعني كان بتوصية وبتزكية من تركيا ومن إسرائيل. إذن نظامكم، نظام المجازر في السويداء وفي الساحل السوري، يطير بجناحين، جناح تركي وجناح إسرائيلي، ومعروف لكل من يرى ويفهم ويعي عمق العلاقة بين إسرائيل وتركيا التي تمتد إلى عام 1949 بعد إعلان إسرائيل نفسها ككيان. 1948 أول دولة مسلمة جارة في المنطقة تركيا اعترفت بإسرائيل، وعمق العلاقات التاريخية مع إسرائيل معروفة حتى في أوج استلام الإسلاميين للسلطة على زمن نجم الدين أربكان. عقد تحالف استراتيجي أمني وعسكري. الطائرات التي كانت تقصف غزة في أكثر من فترة زمنية في السنوات الماضية، ليس فقط بعد أحداث أكتوبر، هذه الطائرات الإسرائيلية تدربت في تركيا. إذن هذا اللي مخلي سوريا، هذا النظام اللي مخلي سوريا يعني مسرحا للطوبزة على جبهتين، بيخلص طوبزة للتركي بيجي لعند الإسرائيلي طوبز، بيخلص طوبزة للإسرائيلي بيرجع لعند التركي من باب التنويع، وبيفتح يعني مجال للاستثمار الطوبزي لدى الروس لدى الأمريكيين، وخلاص يعني شركة متعددة الجنسية للطوبزة. وجاهز هذا النظام لمن يعترف به نظاما مفروضا على سوريا والسوريين، جاهز للطوبزة تماما يعني، وينطبق عليهم قول الفنان السوري الرائع ياسر العظمي في مشهده، مشهد الطوبزة المشهور. في الفيديو السابق شرحت أسباب موقف المناهض والمعارض ضد نظام الجولاني في سوريا، ولخصته بالقول أن نظام الجولاني تتمة بشعة لنظام البعث الأسد، عدا عن كونه لا يساعدني على دعمه والوقوف إلى جانبه، أو أقله عدم انتقاده بشدة نتيجة ارتكاب هذا النظام المجازر على خلفية طائفية دينية تماما كما فعل نظام الأسد. ولأن الجولاني حتى قبل أشهر كان مصنفا على أنه جماعة
إرهابية، ولم يقدم طوال الأشهر الماضية نفسها، لم يقدم هذا النظام أي دليل على أنه تبرأ من السلفية الجهادية والسلوك الإرهابي العنصري والطائفي المقيت ضد الطيف الاجتماعي السوري القومي والديني والمذهبي والطائفي في سوريا. هذا النظام لم يقدم أي شيء يساعدنا على دعمه أو أقله التخفيف من انتقاده، وبالتالي هذا النظام مضبوط بالجرم المشهود بالمجازر آه، التي تفقأ الأعين، ولا يوجد شيء يشجعني أو يحفزني أو يمنعني من عدم انتقاد هذا النظام، نظام الجولاني، وأنه ما أكون ضد هذا النظام بالقول والفعل والرأي والكلمة. أنصار هذا النظام دائما لا يقدمون ما يفند الاتهامات الموثقة ضد هذا النظام، بل يحاولون الالتفاف عليها عبر إبراز أنه الرئيس الشرع زار ما بعرف وين أمريكا وقمة المناخ وقمة ما بعرف شو من هالقصص، هاي الزيارات الخارجية، على أساس أنه الانفتاح الخارجي على نظام الجولاني هو خير سند ووثيقة لتكذيب الانتقادات الداخلية لهذا النظام. أيضا في الفيديو السابق ونظرا لضيق الوقت لم يتسع المقام لذكر كامل الأسباب التي تجعلني أقف ضد نظام الجولاني. من أبرز الأسباب اللي لم أذكرها وأذكرها الآن أنه هذا النظام جمع حوله شرذمة من الشبيحة والنبيحة وحثالات خميئة من الفاشيست العنصريين والجهلة، ويتصدر المشهد الإعلامي الموالي لهذا النظام طريقة تصديرهم لنظامهم الهزلية والغبية والمقرفة التي تثير الغثيان، وكيف يرفعون يعني من مستوى وينزهون هذا النظام إلى مستوى الأنبياء والرسل والمصلحين وكل هالتفاصيل اللي أنتم شفتوها. هذه الطريقة المقرفة والغبية في الوقت عينه ترفع من مستوى الضدية والرفض لهذا النظام، بمعنى يعني هذه البروباغندا السخيفة تنتج مردودا عكسيا مناهضا ورافضا وضديا حيال نظام الجولان. هذه المقدمة التي أتيت على ذكرها يعني، وعندما أنتقد هذا النظام يصنفونني على أنني مع قسد بالمطلق. أنا لست ضد قسد بالمطلق ولا مع قسد بالمطلق على الإطلاق. أنا معارض لقسد للأسباب التي سأبدأ بذكرها الآن. أنا معارض لنظام وإدارة قسد لأنها ارتكبت انتهاكات بحق الكرد والعرب والسريان في مناطق نفوذها شرق الفرات، ومع ذلك ارتكاب نظام الجولاني المذابح والمجازر بحق السوريين لا يبرر أبدا ارتكاب قسد انتهاكات حقوقية بحق مكونات الشعب السوري في مناطق نفوذها. مقصدي من ذلك أنه أنصار قسد عندما تواجههم بهذه الانتهاكات فورا يتحدثون عن مجازر نظام الجولاني. مجازر الجولاني مدانة ومعروفة
لكن لا تستندوا عليها أنتم أيها القسديون لتبرير الانتهاكات التي تقترفونها. هذا أحد أسباب معارضتي لقسد وإدارة قسد. أنا معارض لسلطة قسد لأنني معارض لكل سلطات الأمر الواقع، سلطات غير منتخبة لم تأتي في سياق شرعي، في سياق طبيعي، وبالتالي عدم شرعية نظام الجولاني لا يبرر أبدا عدم شرعية نظام قسد. صحيح أن قسد جزء من التحالف الدولي، صحيح أنها أثبتت نفسها في مستويات معينة، لكن هي سلطة أمر واقع، ولأن نظام الجولاني سلطة أمر واقع لا يبرر أيضا لا لقسد ولا لأي سلطة أخرى أنه تبرر وجودها كسلطة أمر واقع بوجود سلطة أخرى هي نظام الجولاني، هي أيضا سلطة أمر واقع. أنا معارض لسلطة قسد وإدارتها لأنه طوال فترة حكمها في مناطق شرق الفرات لم تسعى هذه السلطة، هذه الإدارة، إلى تسخير موارد المنطقة، النفط والغاز والزراعة وموارد أخرى لخدمة المنطقة وتقديم صورة إيجابية مختلفة عن نظام الأسد وسلطة الجولاني عندما كان يحكم في إدلب، وسلطة الاحتلال التركي الحاكمة في رأس العين وتل أبيض وعفرين ومناطق أخرى من سوريا. بمعنى أن سلطة قسد لم تقدم مشاريع التنمية ومكافحة الفقر والبطالة يعني تطور معقول ومنطقي في إطار الحوكمة وإطلاق عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الصحافة وكل تفاصيل تتعلق بالحريات العامة وحالة التنمية الاجتماعية السياسية الاقتصادية في منطقة نفوذها، يعني وتخفيف الأعباء والضغوط عن المواطن وحل مشاكل المياه والكهرباء في المنطقة. لكن قد يلجأ أنصار قسد إلى إبراز أكاذيب سلطة الجولاني، فهم يعني أنصار الجولاني يلجؤون إلى انتهاكات قسد وإبرازها كوثيقة تدعم موقفهم، وأنصار قسد أيضا يلجؤون إلى خرافات وأكاذيب ودجل سلطة الجولاني والحديث عن الصفقات وضخ الأموال والمليارات التي دخلت سوريا وحالة التنمية وكل هالبروباغندا الوهمية الخادعة والكاذبة. كل هذه التفاصيل لا يبرر، كل هذا الخطاب الكاذب الوهمي عن التنمية وعن الاقتصاد عند نظام الجولاني لا يبرر أبدا سوء الخدمات ورداءة أداء سلطة قسد في مناطق شرق الفرات. أنا معارض لسلطة قسد لأنها هي أيضا معارضة للديمقراطية الحقيقية. صحيح بترفع شعار الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي، الإدارة الذاتية الديمقراطية، وبيكتروا من هالأمور، لكن يتقاطعون مع نظام الجولاني في مناهضة الديمقراطية، في مناهضة إطلاق الحريات العامة، التجنيد الإجباري، تجنيد الأطفال، الضغط على المجلس الوطني الكردي، الانتهاكات، حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي، ملاحقة المعارضين، الضغط على الصحفيين. كل هذه التفاصيل موجودة وحقيقية في مناطق سلطة قسد. صحيح أنه أنصار الجولاني أحيانا يبرزون هذه الأمور وهذه الانتهاكات يعني ككلمة حق يراد بها باطل، لكن مجمل ما تقترفه سلطة الجولاني من انتهاكات وفي مناطق نفوذها من مجازر في السويداء وفي الساحل السوري
في إدلب وريفها وفي مناطق أخرى سابقا وحاليا ولاحقا. كل ذلك لا يبرر ولا يشرعن مستوى الحريات العامة المتدني في مناطق قسد. ولأنني مع الديمقراطية، كل من يستثمر الديمقراطية وكل من يعارض الديمقراطية سيجدني ضده، لأنه سأكون أنا كمواطن سوري، كمثقف سوري كردي أو عربي، متضرر من انعدام الديمقراطية في سوريا بشكل عام وفي مناطق شرق الفرات بشكل خاص. أنا معارض لسلطة قسد، وهنالك أسباب كثيرة تدعوني إلى ذلك، من أبرزها موضوع تجنيد الأطفال. هذا الموضوع ورثته قسد من حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني مارس تجنيد الأطفال وما زال يمارس تجنيد الأطفال في الثمانينات، في التسعينات، وحتى هذه اللحظة. منظمات التابعة لحزب العمال الكردستاني والناشطة في مناطق سلطة قسد ومنها الشبيبة الثورية، أغلب عمليات الخطف والتجنيد التي تقوم بها هذه المنظمة الإرهابية المدانة، شبيبة الثورة أو الشبيبة الثورية التابعة، ليست لقسد إنما لحزب العمال الكردستاني، لكن المسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية والقانونية تتحملها قسد عن جرائم الخطف التي تقوم بها هذه المنظمة. وهذه معلومة ومش استنتاج وتحليل، يعني أغلب عمليات التجنيد التي تقوم بها هذه المنظمة هي لصالح حزب العمال الكردستاني وليس لصالح قسد. يعني إذا من أصل 10 أطفال خطفتهم هذه المنظمة وجندتهم، 8 أو 9 منهم لصالح حزب العمال الكردستاني وواحد ربما لصالح قسد. مجمل هذه العملية عملية استهداف الأطفال، خطف الأطفال، تجنيد الأطفال، وهي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. من يقترفها سيجدني بالضد منه ومعارضا له. وسلوك وسجل نظام الجولاني، نظام أبو محمد الجولاني عندما كان جبهة النصرة أو داعش أو قاعدة، هذا السلوك في خطف وتجنيد الأطفال لا يبرر أن يكون له مثيل في مناطق قوات سوريا الديمقراطية. لا، أنصار الجولاني وإعلامي الجولاني عندما يبرزون هذه القرينة أو هذه الوثيقة ضد قسد، هم يعني على حق في هذا التفصيل، لكنهم على باطل، لأنهم هم نفسهم يعني يرتكبون هذه الجريمة وينطبق عليهم يعني مقولة الشاعر أنه لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمة. إذن عار على أنصار الجولاني اقتراف جريمة خطف وتجنيد الأطفال واستهداف الأطفال واغتيال، وعار عليهم التعامي حول هذه الجريمة. كذلك عار على أنصار قسد إنكار هذه الجريمة وعدم وضع حد نهائي لها. أعتقد أنه مظلوم عبدي وإلهام أحمد حاولوا وضع حد لتجنيد الأطفال والقاصرات ضمن مناطق نفوذهم، لكنهم فشلوا بسبب سطوة وسلطة وجبروت حزب العمال الكردستاني الذي ما زال موجودا ومتحكما بالعصب الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري في تلك المناطق، مع الأسف، مع شديد الأسف. أنا معارض لسلطة وإدارة قسد لأنها أبرمت اتفاقا استسلاميا مع نظام الجولاني في 10 آذار 2025 تحت ضغوط أمريكية تركية
أوجلانية من عبد الله أوجلان. أنا معارض لهذا الاتفاق لأنه لا يخدم المرحلة الانتقالية، لا يخدم مشروع قسد السياسي، وهو بالضد من مشروع قسد السياسي فيما يتعلق بديمقراطية سوريا والقصص هي. وبالتالي هذا الاتفاق الاستسلامي الانهزامي التنازلي كان بإمكان قسد تعليقه أو تجميده أو رفضه، لأنه نظام الجولاني انتهك هذا الاتفاق على أكثر من صعيد، عدوا على أصابعكم. يعني مؤتمر الحوار الوطني المنفرد، تشكيل الحكومة الانتقالية المنفرد، الإعلان الدستوري المنفرد، الانتخابات البرلمانية المهزلة بشكل منفرد. هذا على الصعيد الانفراد في الإدارة والحكم والسلطة اللي تنص بنود الاتفاق أنه يكون إدارة تشاركية. إذن الجولاني أطاح بهذا الاتفاق وضربه عرض الحائط بسلوكياته على مستوى الترتيب العملية الانتقالية. هذا من جهة. من جهة أخرى نظام الجولاني ارتكب الفظائع، المذابح في جرمانة، في صحنايا، في ريح دمشق، في السويداء، كل هذه التفاصيل، وفي الساحل السوري كل عمليات الخطف والقتل على الهوية والإجرام الطائفي. كان ينبغي أن يدفع قسد إلى اتخاذ موقف صارم وجدي وحازم فيما يتعلق باتفاق 10 آذار، أقله تعليق العمل بهذا الاتفاق، وهذا ما لم تفعله. هذا ليس سلوكا وطنيا، هذا سلوك يتماشى مع ما يجري في سوريا تحت ظل سلطة الجولاني بطريقة أو بأخرى، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. كان بإمكان سلطة قسد أن يعني أقله تعليق، إذا ما رفضت تماما العمل بهذا الاتفاق، تعليق لجملة من الأسباب والموجبات الحقيقية والقانونية والسياسية والعسكرية والإنسانية تدعم موقف قسد في اتخاذ هكذا قرار، وهذا ما لم تتخذه. لذلك أنا أجد نفسي معارضا لاتفاق 10 آذار، ليس لأني قنديلي أو انفصالي، لا، بس لأنني أنحاز إلى سوريا الديمقراطية الوطنية الحقيقية المناهضة لائتلاف السلفية الجهادية والأخوان والأتراك كل هالعملية الوسخة التي تدار بها سوريا الآن. مش قضية أنه كل من اعترض على هذا الاتفاق وقنديلي موقفي من أوجلان معروف، ومن قسد معروف، ومن حزب العمال الكردستاني معروف. لا يطلع علي لا إبراهيم الجبين ولا غسان ياسين ولا مين ما كان ولا حمزة مصطفى مع حفظ الألقاب. ما حدا يطلع ويزايد علي في هذا الموضوع، لا على الصعيد الوطني ولا على، وحتى أنصار قسد أيضا لا يمكنهم المزايدة علي فيما يتعلق بالمواقف الوطنية والمواقف القومية المناصرة لحقوق الشعب الكردي في سوريا. وبالتالي أنا معارض لقسد نتيجة هذا السلوك المتراخي الانهزامي الاستسلامي الرخو من سلطة أمر الواقع، من سلطة الإرهاب السلفي الجهادي بقيادة أبو محمد الجولاني. أنا معارض لقسد وسلطة قسد لأنها خاضعة لإملاءات وأوامر عبد الله أوجلان، الخاضع لإملاءات وأوامر الاستخبارات التركية والدولة العميقة في تركيا. يعني وذكرت باللغة الكردية الكثير من المعلومات في ما يتعلق بالاتصالات بين عبد الله أوجلان ومظلوم عبدي، وهذه الاتصالات لا يمكن أن تتم بشكل مباشر وأونلاين وعبر الهاتف والاجتماعات الأونلاين المغلقة، لا يمكن لها أن تتم إلا
على اطلاع ودراية وبدعم وبتغطية من الاستخبارات التركية. إذا قسد لأنها وضعت قرارها السياسي والعسكري والوطني في يد شخص زعيم حزب العمال الكردستاني، هو أصلا خاضع وعبد ذليل حاليا للسلطات التركية، وبده سلطه من غير عنب، وبده يطلع ويمارس السنوات المتبقية من حياته في السياسة، لكن على حساب سوريا وعلى حساب كرد سوريا وعلى حساب ولصالح الدولة التركية ومصالح الدولة التركية. هذا السلوك الرديء من قسد وعدم اتخاذها موقف حازم من أوامر أوجلان يجعلني أعارض قسد كتفصيل من تفاصيل معارضتي لأوجلان ولحزبه ولسياسات وسلوكيات حزبه داخل تركيا وداخل سوريا وداخل كردستان العراق وحتى على الأراضي الأوروبية. لذلك أجد نفسي معارضا لقسد، لأنها قسد لا تعرف أن تقول لا لعبد الله أوجلان ولحزب العمال الكردستاني، مثلما الجولاني لا يعرف أن يقول لا لتركيا وللقاعدة ولداعش وللأجانب وحتى للإسرائيلي والأمريكي. ما في يقول لا حقيقية على أرض الواقع. لذلك أنا معارض للطرفين، قسد ونظام الجولاني. نظام الجولاني أنا ضد نظام الجولاني، لا قسد أنا معارض بمستوى أقل، يعني أنا معارض لسلطة قسد إذا غيرت من سلوكها، لكن يبدو أن نظام الجولاني مستحيل تغيير سلوكه وعمل له مكياج، ويعني ينطبق عليه ما ينطبق أنه يغير جنسه من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر عبر إجراء عمليات كبيرة وطويلة ومكلفة، من يعني مكلفة ماديا، لكن هل بالفعل هذا الانقلاب يعني سيجعل انقلاب الجولاني وتحويله إلى أحمد الشرع سوري محترم ديمقراطي وطني من جهادي سلفي دموي إرهابي؟ هذا شيء صعب جدا يعني، ويكاد يكون مستحيل. بينما ممكن لقسد أن تتطور وتطور من نفسها وتطور من مجتمعها وتساهم في تطوير سوريا إذا توقفت عن هذه النقاط التي ذكرتها والتي تدفعني إلى معارضة وانتقادات قوات سوريا الديمقراطية وسلطتها في مناطق شرق الفرات. إذن أنا ضد سلطة الجولاني، أنا ضد نظام الجولاني، ضد فكر السلفية الجهادية والإسلام السياسي، لأنني أحب سوريا وطنية ديمقراطية منفتحة معتدلة. أنا مسلم وأبي مسلم وأولادي مسلمون، ونحب الإسلام السمح المعتدل المرن الذي يحترم كل الطوائف والأديان ويحترم كرامة الإنسان. أنا ضد الجولاني ولست ضد العرب، أنا ضد الجولاني ولست ضد سوريا، أنا ضد الجولاني ولست ضد أهل السنة والجماعة، أنا ضد الجولاني ولست ضد سوريا. أنا ضد قسد أو معارض لقسد، ما نقول ضد مشان ما يزعلوا، أنا معارض لقسد ولست ضد حقوق الكرد أيا تكن، في الحكم الذاتي، في الفيدرالية، في الاستقلال، شو بيشوفوا الأكراد مناسب لهم أنا معهم بوصفي ديمقراطيا، مش بس لأنه أنا كردي. شو بيشوف العلويين والدروز مناسب لهم يبقوا في سوريا، يعيشوا برات سوريا، هم أحرار، لا يمكن أن أفرض عليهم وطنا أبادهم قتلهم.
لا يمكن أن أفرض عليهم دولة قسرا ارتكبت المجازر في حقهم لصالح نظام طائفي ديني سلفي جهادي مثل نظام الجولاني. ينبغي لمن يتابعني ويشاهدني أن يفصل حول هذا الأمر. يعني أنا معارض لقسد، لكنني مع حقوق الكرد. أنا معارض لقسد، لكنني مع حقوق السريان في مناطق شرق الفرات. أنا معارض لقسد، لكنني مع حقوق العرب وحفظ كرامتهم في الرقة، في القامشلي، في الدرباسية، في كل في المناطق اللي هم فيها أغلبية واللي فيها أقلية. يعني أنا مع حقوق العرب حتى الغمر أن يصار إلى معالجة ملفاتهم بالعدل والإحسان وبالقانون، مش بالطرد والإكراه والفرض والقصص هي كلها، لا، بشكل قانوني يصار إلى معالجة ملفات عرب الغمر الذين استخدمهم حافظ الأسد لإجراء عملية تغيير ديموغرافي في المناطق الكردية، وهي مناطق كردية وذات غالبية كردية. والذي يشكك في ذلك ينبغي أن يراجع كل الأرشيف العثماني والفرنسي، ويعني ويقدم أسانيده في هذا الموضوع، أو يروح يغير في الأرشيف العثماني القريب منذ 100 سنة 200 سنة 300 سنة الأخيرة من عمر المنطقة. ما نعمق كثير في هذا الخصوص. أنا معارض لقسد على قاعدة الحفاظ على مكتسبات المنطقة، مكتسبات الكرد والعرب والسريان تحت سلطة قسد، تطوير هذه المكتسبات. أعتقد أنني واضح في هذا الخصوص، وما يجي حدا يخلط الحابل بالنابل ويصنفني على هواه وعلى مزاجه. أكتفي بذلك، ودمتم بألف